سلام الله عليكم إخواني أخواتي ومرحبا بكم من جديد في قناتي وقناتكم رجسي. سمحوا لي طولت الغيبة ولكن كاينة ظروف. رجعت مع هذا الخبر اللي هو خبر رائع واللي الحمد لله ممكن نقوله على سلامة بلادنا. وأخيرا هذا القرار اللي سيمكن المغرب من تفادي الاقتراض المرتبط بإملاءات البنك الدولي، حيث قررت مجموعة العمل المالي غافي إزالة المغرب من القائمة الرمادية للبلدان الغير الملتزمة بأنظمة مكافحة غسل الأموال وأيضا تمويل الإرهاب. بمعنى إخواني أخواتي أن الاستراتيجية المقبلة بالنسبة للدولة المغربية ستتغير، من حيث إلى بغى المغرب باش ياخد شي سلف الآن متاحة أمامه، ممكن ياخد من مؤسسات بنكية أخرى عن طريق طبعا سندات الدولة، وهذا الشيء غادي يكون بديل للصندوق، صندوق النقد الدولي. لهذا الأخير اللي كان تيفرض على أي دولة يعني باقة داخلة في هذه المنطقة الرمادية، تيفرض عليها مجموعة من السياسات كمثلا سياسة تعويم الدرهم واللي شفناها في مصر. من بين أيضا الإيجابيات ديال هذا القرار أن الدولة المغربية الآن إلا بغات تلتجأ إلى شي قرض ما غاديش يبقى مفروض عليها أنها تمشي أو تتجه للبنك الدولي. الآن ديالها ممكن بهذا القرار تلتجأ إلى بنوك أخرى اللي يعطيوها ديون بأقل فائدة. هذا الشيء ما كانش المغرب يقدر يديرو فاش كان في اللائحة الرمادية لمكافحة غسل الأموال. مهم إخواني أخواتي هذا قرار اللي تستحق الفرحة لأنه غادي يكون في صالح الدولة المغربية. بالنسبة حتى المستثمر غادي يجيو هو بكل أريحية باش يستثمر في المغرب وما غاديش يخاف على فلوسه. نعود إلى يعني قضية تعويم الدرهم مستبعدة، خصوصا تعويم الدرهم بشكل كلي، لأن غادي يكونوا قرارات أو حلول أخرى عوض التعويم، واللي تنعرفوا هذا الأخير هلاك للاقتصاد ديال الدول. فاللي يمكن نقوله هو مبروك وألف مبروك، مبروك للمغاربة، مبروك للدولة المغربية، مبروك للمملكة المغربية. التحرر ديالها من هذا القيد اللي هو كان كبير وكبير بزاف واللي تيعرقل مجموعة من الأشياء اللي كانت ممكن يعني تزيد بالمغرب القدام. الحمد لله الآن يعني تزال هذا المشكل، وفرنسا اللعينة والبرلمانيين الأوروبيين اللي داروا داك التقرير مؤخرا على المغرب ربما يعني وهذا احتمال كبير داروا غير باش ما ينجحش المغرب ويبقى دائما في هذه المنطقة الرمادية. فرنسا الخبيثة فشلت في حرب ديالها ضد المملكة المغربية، والخير جاي إن شاء الله، جاي لقدام. وأنا كمواطنة مغربية غيورة على وطني أقول لا لغلاء الأسعار، نعم لتحسين مستوى معيشة المواطن المغربي، نعم لقضاء لشفاف ونزيه، نعم لتحسين الصحة، ولا للمتاجرة بالمواطن المغربي من طرف المصحات يعني من طرف المؤسسات الصحية، وخصوصا من طرف المصحات الخاصة اللي تستغل الزبون ديالها اللي هو يعني ضعيف وبحاجة للشفاء، اللي كما قلت تستغلوا أبشع استغلال. وهذه حاجة عشتها مؤخرا، فتنتمناو المراقبة. إخواني أخواتي تنعتذر لكم كما قلت على هذا الغياب اللي كان طويل، البعض منه خارج على الإرادة ديالي،
ومن بين يعني الأسباب اللي قلت يعني أسباب اللي هي كانت صحية، وأسباب اللي هي اليوتيوب اللي ما نعرفش علاش أنا حاقر عليَّ دائمًا يعني يوقّف الربح في القناة. شكرًا الناس اللي سولوا فيّا، شكرًا لكم جزيلًا، شكرًا الناس اللي تتابعوا قناة رجسي، وإلى فيديوهات قادمة بحول الله. السلام عليكم.